بعد غيابه وبقاله زمان شهر زمان. شعبان دخل، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان واحنا في احسن حال. انا ماشية كده في الشارع لقيت كل المحلات مشغلة اغاني رمضان. بجد انبهرت. انا كان بقالي فترة مش بنزل فيديوهات عشان كنت تعبانة شوية، وحشتوني كتير كتير. نزلت بقى السوق، جبت بقى من خيرات الله زي ما انتم شايفين حبة خزين كده، وقلت بقى اما نعمل معاكم فيديو تخزين حاجات رمضان. جبت بصل احمر وبصل اصفر ذهبي اللي هو الابيض يعني، وجبت جزر وجبت برتقان وجبت ليمون وطماطم وفلفل. وزي ما انتوا شايفين السوق كان ما شاء الله مليان حاجات كتير قوي. صحيح الحاجة غليت جامد بطريقة مش طبيعية، بس طبعا مضطرين ناكل، هنعمل ايه؟ مضطرين نجيب كل حاجة، مضطرين. كل حاجة مش بإيدينا يعني. السلام عليكم بقى حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فانزاتي الجمال، بصوا البرتقال ما شاء الله كان جميل ازاي. هنخزن بقى برتقان اليومين دول حلو قوي ومليان ميه، وبيبقى حلو قوي في العصير. لرمضان كده بيبقى جميل قوي لما تعصري برتقانتين على الفطار، بيبقى حلو قوي والولاد بتحبه. والطماطم ما شاء الله كانت جميله، بوريكم الخضار اللي انا جبته. الطماطم كانت جميله قوي. البصل كان حلو والجزر كان ما شاء الله جميل، والبطاطس برضو كانت جميلة، والليمون والفلفل. كل حاجة ما شاء الله كانت جميلة، والبصل الأحمر. وجبت بقى كرومبة زي ما انتوا شايفين. جبت كرومباية، كرومبتين، هم كرومبتين حلوين كده، بس واحدة التانية كانت بره كنتش لسه دخلتها من عند الباب. آه، جبت بقى اتنين ما شاء الله كبار زي ما انتوا شايفين عشان اخزنهم لرمضان. الكرومب في اليومين دول حلو قوي. الشهر الجاي لما رمضان يدخل علينا كده هيبقى الكرنب مش احسن حاجه. اللي لو ما لسه ما خزنتيش كرنب لرمضان يا ريت تخزني، لان الكرنب اليومين دول حلو قوي وشتوي. والكرنبايه بتبقى حلوه كده ومورقه زي ما انتم شايفين. فتحتها لقيتها من جوه لونها ابيض وجميل. وحاولت بقى اطلع بقى منها الزيادات والحاجات اللي هي بتبقى الزياده الصغيره اللي جوه دي مش بنسلقها ملهاش لازمه. كل الحاجات دي كده بنطلعها من الكرنبة، بنفرغ الكرنبة خالص، بنفضيها خالص من قلبها زي ما انتوا شايفين كده. بنسيب الورق الكبير بس. الكرنب اليومين دول حلو وشتوي وجميل. إيه لو لسه ما خزنتيش كرنب لرمضان الحقي خزني قبل ما الصيف، قبل ما امشير يعني. جه طبعا دلوقتي في اخر امشير طبعا لما رمضان يدخل علينا هيكون الكرنب زنبخ زي ما بيقولوا، وما بقاش حلو، والورق بتاعه ما بقاش حلو زي الاول. نوع كده بيجي بعد الشتوي، بيجي نوع كده اسمه صيفي. بيبقى ورقه مش احسن حاجه. الحقي خزني بقى من الكرنب الشتوي ده، بيبقى حلو قوي في الحشو. وطبعا رمضان لا غنى عن المحشي، لا غنى خالص خالص عن المحشي. مش عاوزين نطلع بقى بره الفيديو. انا عملت الكرنبتين زي ما انتم شايفين وفككتهم عشان الحله ما شاء الله الكرنبه كانت كبيره قوي قوي، والحله طبعا مش واخده. جايبه اكبر حله عندي، حطيت فيها حبه ملح ورشه من الكمون. الكمون مهم قوي في سلق الكرنب علشان بيضيع الغازات اللي فيه علشان خاطر ما نتنفخش. وطبعا تركه مهمه قوي، ما ما تسلقيش الكرنب اللي انت هتخزنيه جامد، يعني يا دوبك تحطيه في الميه زي ما انت شايفه كده. حطيته في الميه وطلعته، وهاطلّعه على طول قبل ما ياخد السِوَى الكامل. ليه بقى؟ لإن اعملي حساب إن التلج بيعمل الكرنب يعني إيه، بيسوّيه شوية. فأنتِ ما تسوّيهوش جامد، لمّا تيجي تطلّعيه وتفكّكيه تلاقي الكرنب اتهرى منِّك وما عرفتيش تلفّيه. لأ، لازم نحطّه في المَيّة ويا دوبك نحطّه ونطلّعه كده. هافضل بقى أعمل كل الكمية بتاعتي. ما شاء الله كنت جايبة زي ما أنا قُلت لكم كمية كبيرة من الكرنب. هاسلقهم بقى كده ورقة، ورقة زي ما أنتم شايفين. لو أنتم لسه معايا أنتم أحسن ناس. يالّا بقى خلّيكِ شطورة كده واملي بيتِك، واملي الفريزر بتاعِك بالخزين. تركة برضه مهمة أوي، أوي، أوي للكرنب اللي أنتِ هتحطيه في الفريزر. لازم تجيبي حاجة من البلاستيكة كده من المَيّة أو أي حاجة من المَيّة الساقعة، وبعد ما تطلّعي الكرنب من المَيّة السخنة لازم تدّيه صدمة في مَيّة ساقعة. ليه الصدمة دي؟ علشان توقّفي السِوَى بتاعه. أول حاجة تضيّعي مَيّة السليق، تضيّعي الريحة بتاعة مَيّة السليق. طبعًا كلّنا عارفين إن الكرنب لمّا بيتسلق بتبقى ريحته يعني شاذة. فلمّا بتشطفيه في مَيّة نضيفة
بتضيّعي الريحة دي تمامًا، لمّا تيجي تطلّعيه بقى من الفريزر تلاقي ريحته جميلة جدًا وما فيهوش أي روائح وِحشة، لكن بتسيبيه بمَيّة السليق بيعمل ريحة مش حلوة خالص. فأنا بُصّوا بابدأ أشطف بقى كل الورق معانا زي ما أنتم شايفين، أشطفه كده ورقة، ورقة تحت المَيّة الجارية، وبُصّوا مش سلقاه مش متّكية عليه في السليق، الورقة بتروح وتيجي معايا كده ما شاء الله، والورق بتاعه كان أبيض وجميل. الحقي خزّني كرنب لو لسه ما خزّنتيش، المحشي لا غنى عنه. رمضان السنة دي جاي في الشتا، هيكون لسه الجو ساقعة، فالمحاشي والحاجات دي بتبقى حلوة أوي. أنا كده خلّصت ما شاء الله، بُصّوا الكمية، خلّصتها كلّها قطّعتها زي ما أنتم شايفين، كل واحد يقطّع الكرنب بقى على، أنا باقطّع يعني في المعقول، الصُباع في المعقول، مش باحبه ولا كبير أوي ولا صغير أوي، باخلّيه متوسط عشان يبقى شكله حلو كده في الحلة. قطّعت بقى كل الكمية اللي أنا كنت جايباها، وهابدأ بقى أفرّزه في أطباق فويل أو في أكياس اللي هي النضيفة الزيرو الصغيّرة دي، على قد الحشوة بتاعتي، كل واحد بقى يحُط على قد الحشوة بتاعته. كان معايا ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة من الكرنب، وكان في صينية تانية هاورّيها لكم برضه دلوقتي، دي كانت أول صينية، في بقى ما شاء الله الطبق دوّة، وفي الصينية دي كنت مخزّنة كمية كبيرة لإن أنا باحب المحشي جدًا، محشي الكرنب ما باقدرش أستغنى عنه، بجد باحبه جدًا وولادي كمان بيحبوه. وزي ما أنتم شايفين بقى خزّنت كل الكمية، وعملت بقى بسلة وقلقاس وسبانخ، البسلة، فرّطت بقى بسلة، جِبت كمية بسلة حلوة كده، جِبت 3 كيلو بسلة وفرّطتهم، وقطّعت عليها جزر، إحنا بنحبها بالجزر، وشِلت شوية برضه من غير جزر عشان خاطر آمم، اللي مش يعني بابقى أعمل طبخات بالبسلة من غير جزر، يعني باعمل وصفات، كنت عاملة معاكم كذا مضروبين وصفة في قبل كده، وجِبت الخلاط برضه سبانخ ما شاء الله متصفيين. وغسلتها، بصوا السبانخ زي ما معانا أنتم شايفين خضرة الخضار وجميلة، النهارده ازاي كان جميل أوي هنخرطها بقى؟ وقطّعتها. مضروبين في الخلاط الخضار متصفيين. النهارده كان بصوا جميل أوي في السبانخ معانا السوق، خضرة فقُلت بقى وجميلة، إزاي إن أنا ازاي لحد دلوقتي هنخرطها ما بقى؟ خزّنتش، وجِبت قلقاس وخرّطته وخزّنته، وهاخزّن برضه معاه السلق بتاعه. النهارده كان يوم تعبت أوي فيه، بس الحمد لله، الحمد لله مليت بيتي بالخير، ومليت الفريزر بتاعي من كل أنواع الخضار اللي أنا باخزّنها. ده السلق، جِبت بقى حبّة من السلق كده، كام حزمة سلقت كده من القلقاس السلق، أول حاجة. وسلقتهم في أول مَيّة حاجة بنسلق سخنة زي ما أنتم السلق شايفين، قصدي. حطيت مَيّة أول حاجة سخنة على بنسلق النار السلق وسلقت فيها السلق، وهابدأ بقى أضربه في في الخلاط، شوية مية واشيله بقى في سخنين أكياس كده، برضه نبدأ صغيّرة كده، ندبله كل ما آجي علشان أعمل خاطر حبّة نضربه في الخلاط. قلقاس سلقنا أطلّع السلق كيس معانا القلقاس وهنبدأ وأطلّع معاه نحطه في كيس الخلاط السلق بتاعه، بيبقى حلو أوي. ما أقدرش ونضربه. طبعًا اللهم صل القلقاس وسلم ما وبارك على أعرفش أعمله سيدنا إلا محمد بالسلق، وعلى آله وأصحابه وبيبقى طعمه أجمعين. حلو أوي. وطبعًا إحنا في رمضان يا رب بنحب نعمل بقى جنب الأكلة دي بقى اللحوم طبق تعجبكم قلقاس تعجب كده، شوربة الولاد. قلقاس، ادعموا الأكل ده بيبقى يا حلو أوي جماعة، في رمضان بجد برضه الولاد عشان خاطر ناقصها. كل الحاجات دي هتنفعنا. وكنت عاملة معاكم البامية، ما شاء الله برضه مخزّنة في الفريزر بامية، وملوخية برضه ناشفة. أنا كنت مخزّنة معاكم بامية قبل كده، اللي لسه ما شافش فيديو البامية يقدر يشوفه. وعملت ليمون مخلل. أنا تعبت أوي النهارده في اليوم ده، يا رب الفيديو يعجبكم. تعليق حلو بقى من القلب للقلب زيكم، كل سنة وأنتم طيبين حبايبي، ويعود عليكم الأيام بخير، اللهم بلغنا رمضان وإحنا في أحسن حال. جبت بقى الجزر اللي أنا كنت جايباه الفريش الجميل ده، وبشرت منه 3 جزرات كبار، وحطيت عليهم حبة عصفر ومعلقة من حبة البركة. وهنحط بقى الملح بتاعنا علشان نعمل 3 كيلو من الليمون، كنت جايباهم علشان أخلّلهم لرمضان، يا دوبك عقبال ما يستوي يكون رمضان دخل علينا. ايه ده؟ جِبت بقى 5 معالق من الملح الخشن زي ما أنتم شايفين، وهابدأ أنزّلهم على الليمون، وهاقلّب بقى كل المكونات بقى، أمكّس كل المكونات في بعضها. وعملت بقى أحلى برطمان ليمون، كان ما شاء الله، ما شاء الله ريحته تحفة أوي. أنا سالقة الليمون ده نُص سليقة، مش مسلقاه أوي يعني، يا دوبك حطيته في المَيّة السخنة وطلّعته. أنا باحب أسلقه، مش باحب أعمله ناشف، بيبقى جامد يعني. باحس إن الليمون لمّا بيتعمل اللي هو بيتعمل من غير ما يتسلق ده بيبقى ناشف شوية كده، أنا باحب الليمون يبقى جوسي وطري وشارب من الجزر بتاعه، فبيبقى طعمه أحلى. وجبت برضه كيلو فلفل أحمر، وعملته في الخلاط في الكبة، وحطيت عليه شوية ملح برضه، وخزّنته في برطمان. كل الحاجات دي في الفيديو ده. أخدت بقى منه معلقة من اللي أنا عاملاه، هريسة الشطة اللي أنا عملتها،
خدت منها معلقه لليمون عشان الليمون يبقى مشطشط كده. طبعا الليمون جنب الفول بتاع رمضان بتاع السحور بيبقى حاجه تانية، مفيش سحور من غير مخلل. بجد بجد املي بيتك بالخير. على قد ما قدرتك، على قد ظروفك، على قد امكانياتك. يعني انا ما جبتش لحوم ولا جبت اي حاجه، كل دي مكون يعني شويه خضار 3 كيلو بسله، 3 كيلو جزر، كل حاجه كده 3 كيلو 3 كيلو على قد. والله يعني كل سنه بنجيب اكتر من كده، قصدي السنين اللي قبل كده يعني كنا بنجيب كميات اكبر من كده نخزنها. بس طبعا السنه دي بحكم الظروف وبحكم ان كل حاجه غاليه خالص فجبت على قدي. فكل واحد يمشي على قده، على قد مقدرتك واعملي. الواحد بيحاول يملي بيته بالخير باقل الامكانيات يا جماعه. والله مش بنعمل شو ولا حاجه، والله العظيم باقل الامكانيات. مش تكليف ولا حاجه، ولا بنحاول نكلف نفسنا. آه، بصوا الليمون بقى الميه بتاعته لونها عامله ازاي من العصفر، ما شاء الله. ريحته كانت تجنن وطعمه كان حلو قوي. وظابطه الملح بتاعه، دقت الميه بتاعته لقيت الملح بتاعه مظبوط خالص. هسيبه بقى واقفل عليه البرطمان. انا كنت جايبه 3 كيلو ليمون بس ما حاضر. عملتهمش كلهم الحقيقه. سبت كيلو كده في التلاجة، يعني عملت 2 كيلو بس، وسبت كيلو واحد بس في التلاجة علشان طبعا لو عوزت ليمونه ولا اي حاجه، يعني اي حاجه في البيت يبقى عندي ليمون. وبرده الفيديو ده كنت عاملاه قبل كده معاكم في الموسم بتاع الملوخيه وموسم الباميه. كنت جايبه حبه ملوخيه كده عباره عن 5 كيلو ملوخيه، وقطفتهم ونشفتهم كويس قوي، وبعد كده طحنتهم في الكبة بقت ناعمة معايا خالص. أنا ما بحبش أعمل الملوخية الصراحة خضرة، مش بحب أخزنها خضرة يعني، ولادي بتحبها ناشفة. فكنت جايبة بقى 5 كيلو ملوخية وحطيتهم كده في بلاستيكة في البلكونة لحد ما نشفوا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هجيب الكبة بتاعتي السلام عليكم حبايبي، واطحنهم عاملين ايه؟ يا رب بالشكل ده، تكونوا بخير. وخزنتهم برضو وكده، مخزنة تعالوا بقى ملوخية نعمل ومخزنة هريسة بامية. الشطة وجبت كيلو بطريقة الفلفل سهلة جدا الأحمر وبسيطة. اللي هو بتاع الهريسة بصوا الشطة البرطمان ده كله وعملته. انا عملته هوريكم أنا عملته بكيلو ازاي. شطة ده اللي خدت منه حمرا، معلقة للمخلل. جبتها النهارده معايا من يا السوق رب بكون زي ما بفيدكم لو انتوا شايفين، بفكرة وطلعت معايا صغيرة. هريسة. ده كان الفيديو بتاعنا هريسة النهارده شطة بتاع تحفة، التخزين، تنفع كله كان لدقة عبارة عن سمك، تخزين. تنفع عشان خاطر انا ما لمخللات، لحقتش اعمل تنفع اي حاجة لدقة رمضان، اللي هو بس بتنجان، البامية والملوخية اللي وحطينا كنت على عاملاهم وشها من قبل بعد ما كده. اما فرمناها الفلفل حبة والحاجات زيت التانية دي علشان كلها لسه هنحطها في عاملاها. الفريزر ونعمل ما منها ما كنتش كل عملت. الحاجات اللي احنا طبعا شعبان دخل عايزينها. علينا بدري يلا بينا بدري كده، نصلي ما على لحقناش الرسول نعمل حاجة. واقول لكم انا وانا كنت عملتها تعبانة ازاي. جبت الفترة اللي كيلو فاتت وما الشطة لحقتش اعمل اي حاجة. زي ما انتوا ولقيت نفسي شايفين، شعبان دخل عليا ولسه ما ونضفته خزنتش، وغسلته كويس قوي ولسه ما عملتش اي وسبته حاجة يتصفى في خالص. المصفى لسه دي. بقى لما اجيب بقية الحاجات وبعديها التانية ان شاء الله شغلت هعمل لكم الكبة فيديو بقى تاني بتاعتي وبدأت ان انا افرمه عن حاجتي. وبس كده. يلا باي باي. اهو بصوا البامية بقى اللي انا كنت مخزناها، ما شاء الله كنت مخزنة 5 كيلو من البامية، وعاملاها برضو كده على قد اكلنا، كل كيس فيه نص كيلو بامية. يلا كل سنة وانتم طيبين. فيديو جديد من مطبخ ياسمين.